واحده من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنتعامل مع الناس اللي حوالينا ان احنا دايما مختلفين. مساء الفل. في كتاب اسمه كروشال كونفرزيشن. ميزه الكتاب ده انه ميلي بيركز على الديالوج، حاجه اسمها فري فلو اوف مينينج. الكتاب بيتكلم ان اي اتنين بيتعاملوا مع بعض بيبقى جواها مجموعه معلومات لازم يبتدوا يطلعوها عشان خاطر يعرفوا يتعاملوا مع بعض كويس. وهنا كمان بيبقى فيه a pool of shared meaning، بتبقى مجموعه معلومات وافكار بتدور في دماغ كل واحد من الطرفين حتى بره الموضوع اللي هم بيتكلموا فيه. فالطريقه اللي بنتكلم بيها والسيت اب اللي احنا عاملينه عشان خاطر نعرف نكرييت الكونفرزيشن ما بيننا في الطريقه اللي بنتكلم بيها واللي بنقدر بيها نعمل سينرجي في الكلام ما بيننا. طيب عشان نقدر نتكلم بشكل فعال محتاجين نعمل ايه؟ اول حاجه begin with yourself، ان حضرتك تبقى فوكسد ومحدد على الجول بتاعك من الكونفرزيشن دي، حاجه مهمه. ما تعملش مالتي شويسز عشان خاطر ما يبانش ان كلامك فيه تضاد، ومحتاج تحدد انت محتاج تطلع بايه من النقاش ده. وفي الكتاب بيتكلموا عن ان في حاجه اسمها begin with the heart، شوف اكتر حاجه انت حاسسها وابدا بيها. طب ليه؟ لان زي ما قلنا قبل كده لما بتشارك الايموشنز بتاعتك في الكونفرزيشن بتوصل بشكل سريع، وده هيساعدك توصل وجهه نظرك للي قدامك بشكل احسن، وتوصل للي قدامك كمان ان وي هاف كومن جراوند. وهنا بنقول ان لو مش بتراعي مشاعرك وانت بتتكلم دي هتبقى في الاغلب واحده من الاسباب الكونفليكت. ففي سؤال مهم محتاجين نساله لنفسنا، وات دو اي ريلي وانت فروم ماي سيلف. اول حاجه خالص محتاج تبقى بتبص عليها محتاج ايه بالظبط من الكونفرزيشن دي. الحاجه الثانيه وات دو اي ريلي وانت فروم اذر، متوقع منهم ايه او عاوز منهم ايه. والحاجه الثالثه واللي عاده مش كتير بنبص عليها، حتى كمان في مودلز كتير في الكوميونيكيشن مش بتتكلم عنها، وات دو اي ريلي وانت فروم ذيس ريليشن. هو احنا اصلا كبني ادمين بنتعامل مع بعض ليه؟ عاوزين نوصل لايه؟ في حاجه اسمها سيستمز. يعني مثلا الناس اللي معايا في الشغل، اسال نفسك انا محتاج منهم ايه؟ من اصحابك او حتى من عيلتك. لان واحده من الحاجات اللي بتسهل علينا النقاش والمعاملات مع الناس هو ان اكون محدد بالظبط انا عاوز ايه من العلاقه دي. اوقات كتير واحنا بنتكلم واوقات كتير واحنا بنتعامل مع الناس بيبقى فيه هيدن اكسبكتيشنز وهيدن ايموشنز، والاثنين دول بيكونوا موجودين جوانا واحيانا مش بتبقى حقيقيه. يعني مثلا ممكن اكون متوقع ان حد معايا في الشغل يسلمني فلوس لما اكون مزنوق، في حين ان ده مش صح او مش دوره، او ان ده دور حد تاني، ممكن مثلا يكون حد في العيله او حد صديق مقرب ليا. فانت لو مش محدد من الاول العلاقه بينك وبين الناس هتبقى انت نفسك في صراع في التعامل معاهم. الجزء الاخير هو انك تحدد الريزلتس اللي عاوز تطلع بيها من معاملتك مع الناس. ده سؤال لازم يكون معاك اجابته عشان خاطر يبقى الكلام قليل وتو ذا بوينت، وتطلع من اي كونفرزيشن بالنتيجه اللي انت عاوزها. ونشوفكم الحلقه الجايه.